شتا يعني شوربة كوارع، بس مش اي طريقة علشان الناس اللي بتقرف. في الفيديو ده هقول لكم ازاي تنضفوها كويس وتخلوا ملهاش اي ريحة تماما، وتطلع معاكم بشكل وطعم مفيش بعد كده. من الاخر هتحبوها وهتعملوها على طول. لايك لو عجبكم الفيديو، ولو مش مشتركين يا ريت تشتركوا وتفعلوا جرس كل هيوصلكم اشعارات بكل الوصفات. اول حاجة بجيب الكوارع من جزار اللي بتعامل معاه واخليه يقطعها بالتقطيعة اللي انا محتاجاها، كبيرة او صغيرة اللي يريحكم. بغسلها كويس جدا تحت الحنفية مرة واتنين وعشرة لحد المية ما تبقى نظيفة معايا، ولو فيها اي حاجة بشيلها. بعد كده بنقعها شوية حلوين كده في الخل والليمون والملح واسيبها، وبعدين ارجع اصفي منها المية. وبعد كده هنزل عليها بشوية حلوين من الدقيق عشان ادعكها كويس جدا بالدقيق. الدقيق بيضيع اي زفارة او اي ريحة مش حلوة. هنا انا عشان بصور بالايد التانية فمش عارفة اوريكم كويس، بس انا بمسكها وانضفها كويس بايدي الاتنين كده يعني انا حبيت بس اوريكم الفكرة. لكن طبعا بايدينا الاتنين وبنمسكها ونشيل اي حاجة كده، ندعك الدقيق كويس عليها بيخليها تبقى حلوة. بعد كده بشطفها بقى من الدقيق مرة واتنين لحد ما تنضف معايا. بعد ما شطفتها برضو بحطها في مية تاني وبعصر عليها كده ليمونتين، وهرمي معاهم القشر وهسيبهم شوية كده برضو في المية حبة كمان. يعني نطول بالنا كده عشان الكوارع تبقى معايا ريحتها حلوة ما فيهاش اي حاجة خالص. هنكروت وهنستعجل هيبقى لسه فيها ريحة هتتضايقوا منها وانتوا بتاكلوا مش هتعرفوا تاكلوها. بحاول انضفها كويس عشان ما يبقاش فيها اي زفارة. سبتها وبعد كده بقى هصفيها من المية دي كمان، وهكون حاطة حلة على النار فيها مية بتغلي، واول ما هتغلي هنزل كده بالكوارع اللي عندي وهغطي عليها شوية لحد ما تطلع الريمة بتاعتها. بصوا عشان هي نظيفة قوي ما طلعتش حتى ريمة كتير. بشيل الحاجات اللي هي اللي على الوش دي وانضفها كويس برضو. وبعد كده هنشوف هنضيف ايه برضو عشان يدي معايا ريحة حلوة للشوربة بتاعتي. معايا هنا جزرة وبصلتين وطماطمايه ونص ليمونة وورق لورا، ومعايا حبهان وقرنفل وفلفل اسود بس يكون حصى عشان الشوربة تبقى صافية كده وشفافة ما يكونش فيها يعني اي لون غامق. دلوقتي هغطي عليها واسيبها لحد ما تستوي وتاخد وقتها. وبعد كده هبص عليها بعد ساعتين كانت استوت والعظم بان، وبالسكينة طبعا برضو بتأكد خدت السوى المظبوط. هضيف دلوقتي الملح لان ما كناش ضفناه في الاول لان ده بيأخر السوى بتاعها. بصوا الشوربة حلوة ازاي، واخده لون حلو قوي وشفافة كده ما فيهاش اي حاجة. هنا هنظبط الملح بتاعها وبعد كده بطفي عليها. اخدت بقى الكوارع وبدأت ان انا اقطعها كده ويعني اخليها من العظم. بحب اقدمها كده مع الشوربة. بيكون الطبق بتاعنا جاهز، قدموه مع اي حاجة انتوا حابينها. ده كان طبق النهاردة، يا رب يكون عجبكم. باي باي.